كل دول العالم المتقدمة ما وصلتش للي هي فيه من مستوى معيشي متقدم واقتصاد قوي وصناعة وزراعة وتجارة وانفتاح على العالم إلا من خلال العلم. العلم فقط هو سبيل الوصول للتقدم ورفاهية الدول والشعوب. ولكن عندنا الأستاذ عبد الله رشدي ما بيركزش غير في احتياجات الرجل من المرأة، وانه دافع مهر، وانه ليه احتياجات جنسية، وان ما ينفعش لما يرجع من الشغل الزوجة تقول له انا تعبانة او مش قادرة النهاردة، ويعتبر ده خروج عن الشرع. الاستاذ عبد الله رشدي لا يفكر في العلاقة اللي بين الراجل والزوجة ان هي بتقوم على المودة والرحمة والتضحيات، وان كل واحد يحس بالتاني، يقف جنبه في ازمته، يقف جنبه في تعبه، يكون سند ليه في الحياة. لا، الأستاذ عبد الله رشدي طلع لنا امبارح فارد عضلاته ومخصص حلقة مخصوص عن العلاقة الحميمية بين الزوج والزوجة، وإن امتناع الزوجة عنها تحت أي مسمى في خطأ شرعي. أستاذ عبد الله بدل ما تركز على علاج الفساد، على علاج مشكلة البطالة، على علاج العشوائيات، على علاج الأطفال اللي منتشرين في الشارع بسبب إن هم بيشتغلوا، بدل ما تفكر تخلي الناس تقرأ في العلوم والعلم اللي يخلي الناس تشغل مخها وتطلع من أزمة اقتصادية البلد بتمر بيها، لا، فتح لنا ماسورة فتاوى عن العلاقة الحميمية. هو حضرتك ما بتفكرش في حاجة خالص في حياتك غير الموضوع ده؟ هي الحياة واقفة بس على الموضوع ده؟ الحياة فيها شغل، فيها تعلم، فيها ثقافة، فيها عمل جاد، فيها إحساس بالغير، فيها تضحيات، فيها حاجات كتير قوي يا عبد الله. مش لازم تركز على الموضوع ده، يعني حاول تهدى شوية. وفي حاجة اسمها زيت كافور، حلوة قوي لو شربت منه كده شوية واهدى. اهدى، يعني انت راجل المفروض ناضج، حاول تركز في مواضيع تانية تفيد البلد والمجتمع. ولو انت مش شايف الأزمة الاقتصادية العالمية اللي بيمر بيها العالم وبتمر بيها مصر، وقاعد واخد كل متابعينك لاتجاه التفكير في الجنس، يبقى انت في حاجة مش مظبوطة في فكرك او في مثلا تكوينك الشخصي، او في حاجة معقداك. انصحك تروح لطبيب نفسي يحاول يخليك تفكر ايجابي شوية لخدمة المجتمع اللي انت عايش فيه، ويخليك تخرج من الافكار الرجعية اللي بتدمر عقول الشباب وبتخلي الشباب ينحصر في فكر معين او فكر تطرف معين، او يبقى فيه غلو وتشدد هيضر بلدنا ومجتمعنا. انا بحمد ربنا على نعمة العقل، بحمد ربنا اني بحب القراءة، بحمد ربنا على التفكير، وللعقل السلام. اشوفكم على خير.